رجل في مكة رؤية في الجنة، هذه الرؤية متواترة، رؤية أنه في الجنة. ذهب الذي رآه ذهب إليه في مكة، بحث عن هاتف الدليل حتى وصل إليه في حي من أحياء مكة، في حي قديم. فلما أتاه إذا هو رجل عادي، لا طالب علم ولا يحفظ قرآن وليس من الدعاة ولا من القضاة ولا من العلماء، رجل صاحب صلاة وصاحب سمت طيب. قال له: يا أخي نعم 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 أنت. قال: وش أنت؟ تعرفني؟ قال: أنت فلان بن فلان. قال: نعم. طبعا للمعلومية، نحن في ديننا لا نبني على الرؤى أحكام، يعني ما نحكم لأنه في الجنة، واللي يبني على الأحكام على الرؤى هذول صاحب هرطقات العقيدة. لا، نحن بس نستأنس. أليس الحبيب قال: يرى له أو يراها، أي من بشرى المؤمن. فقال: نعم أنا فلان. قال: رأيتك في منزلة طيبة، ما الذي عندك؟ قال: أبدا وما عندي شيء. فلما أن حاول فيه فولى قال: تعال أنا أقسم مرتبي كل شهر من 3 سنوات نصفه لأبنائي ونصفه لأيتام جاري منذ سنوات ولا يعلم بذلك أحد إلا الله. راتبه 10,000، 5,000 لجاره و5,000 لأبنائه. تستطيعها؟ أخواننا اللي من أمنا وأبونا، لو أخوي يقول حول كل شهر 2000 وبعدين